تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة الطعمية البيتي بأقل التكلفة وهتوفر علينا كتير قوي. انا مش عارفة احنا ازاي لحد دلوقتي اصلا بنجيبها من برا والله العظيم. مش هتكلفنا حاجة، هنجيب كوبايتين من الفول المفصص او المدشش اللي قدامكوا ده. هنبدأ ان احنا نغسله ونحطه كده في مية لمدة ساعة، وبعد كده هننشفه من المية خالص ونبدأ بقى نجيب على الكوبايتين دول. هنجيب بصلة كبيرة وهنجيب 4 5 فصوص توم وهنجيب كرات وهنجيب بقدونس وشبت وكزبرة خضرة. بس ما نكترش، يعني انا حطيت الكمية دي طلعت لي الطعمية خضرة. تمام، لو انتي عايزة تقللي وتخليها صفرة زي اللي بتيجي من بره قللي في الخضرة. تمام، بس الطعم في كلتا الحالتين هيبقى تحفة. هنبدأ بقى ان احنا نحطها في الكبة الجميلة بتاعتنا وبعد كده نبدأ بقى نقلب كويس. اول ما تنطحن كده شوية هنبدأ ان احنا بالمعلقة وننزل الزيادات اللي فوق تاني تحت، وبعد كده نحط نص كوباية مية بس تدريجي، سرسوب بسرسوب كده لحد ما تبقى معانا بالشكل الجميل ده. يعني ما خدتش اي وقت خالص، يعني في ثانية كنت عملت طعمية. شايفين العجينة زي اللي بتيجي من بره بالظبط بالظبط بالظبط، بس اهم حاجة زي ما قلتلك لو عايزاها تكون صفرة مش خضرة ما تكتريش في الخضرة. تمام. الكمية الجميلة دي عملتها من كوبايتين بس، يعني كانوا نص كيلو او اقل من نص كيلو فول مفصص. هبدأ بقى ان انا اخزن الكمية دي عندي في الفريزر عشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين. طبعا الكيس ده لو هتجيبيه من بره مش اقل من 10 جنيه، فليه يعني الفول ما كلفنيش اي حاجة. رخيص جدا. وعملت من الكوبايتين عملت ما شاء الله 5 اكياس. عينت 3 وطلعت 2 عملتهم معاكم النهاردة. تمام، بجد هيعجبكم قوي يعني. الطريقة دي سهلة جدا للطعمية. في ناس بتعمل الطعمية بكذا طريقة، دي اسهل طريقة. حتة بقى ان الطعمية تبقى خضرا او صفرا دي تتحكمي فيها بالنسبة لكمية الخضرا اللي هتحطيها. هنبدأ بقى نجيب كيس اللي انا كنت هخزنه. بدأت ان انا طبعا هحمر بقى الطعمية معاكم، فهنحط بقى البهارات. طبعا الطعمية اللي احنا هنخزنها مش هنحط عليها اي بهارات. هنحط بقى معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، من الكمون، من الملح، من الشطة، وشوية كربونات، ولو ما فيش كربونات حط بيكنج باودر. دي اللي هنسويها، يعني دي اللي هنحمرها دلوقتي. انما لو هتخزنيها زي ما قلت لكم ما نحطش عليها اي حاجه عشان ما تسمرش معانا. هبدا بقى اجهز السمسم، وطبعا حاطه زيت غزير على النار سخن جدا. هبدا معلش المقطع ده انقطع مني، بس دلوقتي أنا باوريكوا. المفروض إن انتي بتخليها سلسة معاكي وبتبقى حلوة ما تلزقش في ايدك بالمية، بس أنا محتاجتش منه مية خالص. ما شاء الله العجينة جميلة جدا. هبدأ ان انا بقى احط كده اكورها وادورها على ايدي، وبعد كده احطها طبعا في الطاسة والزيت يكون غزير ويكون سخن جدا. وطبعا هعمل اول دور وتاني دور، وبعد كده هوريها لكم بقى في طبق التقديم بعد ما طلعت عاملة ازاي. ده الشكل النهائي ليها بجد تجنن يعني. طبعا هي دلوقتي خضرة معايا لان انا حطيت خضرة ياما، فدي حاجة هتتحكمي فيها زي ما قلتلكوا في اول الفيديو. عايزة تفتحيها قللي الخضرة. بس الصراحة طعمها تحفة ومستوية جدا وشكلها حلو قوي من بره ومن جوه وطعمها يجنن. واحلى واطعم واخف والذ وصحية جدا عن ما هتجيبيها من بره. طبعا الزيت انت ضمناه، كل حاجة ضمناها انتي. طبعا الزيت بتاع المطاعم بيكون معمول فيه اكتر من مرة، فطبعا دي حاجة مضمونة جدا. تعالوا بقى ندوق. طبعا المخلل الليمون اللي انا كنت عاملاه معاكم اللي قلتلكوا هناكله اول رمضان، شايفين طعمه عامل يعني لا سوري الطعم ده انا هحكم عليه انما الشكل يجنن. انا كان عندي عيش فينو وكان البلدي خلصان عندي، فعايزة اوريكم بقى يعني عشان ناكل سندوتش طعمية اكله ازاي. حطيت بقى قلب الخصاية وحطيت بقى طماطم وكرات وحاجات حلوة من ديت وخيار وبصل، وناكل بقى وندوق الجمال ده مع الخيار المخلل والليمون المخلل والشطة اللي تجنن بجد. عشوة محترمة، ولو سحور هيبقى سحور محترم. وكل سنة وانتم طيبين، وشير بقى للفيديو، وباي باي.